السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل مع بعض كيكة لذيذة جدا، وبرغم ان هي مسكرة شوية بجد مش هتزهقوا من الاكل منها. هنعمل كيكة الاناناس، ممكن نستخدم اناناس فريش او جاهز من السوبر ماركت. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس. هنبدأ الاول بالكراميل. هبدأ ان انا انزل السكر اللي عندي لغاية ما يبتدي ان هو يسيح. هبدأ ان انا اقلب فيه لغاية ما يسيح خالص. هنزل عليه بالمية بتاعتي، وما تقلقوش الكراميل هيمسك في بعضه كده، بس استمروا في التقليب على النار. هيبدأ ان هو يفك ويبقى سايل عادي خالص. انا عندي الحلة بتدخل الفرن، فعشان كده قلبت فيها الكراميل كده. بس طبعا هننزل بقى بالكراميل ده في الصينية اللي احنا هندخلها الفرن. ونغطي الصينية بيها كلها حتى الجوانب بتاعة الصينية، وهنسيبها على جنب وهنبدأ نجهز الكيك بتاعي. هنزل بالبيض اضربه كويس قوي، ممكن طبعا نستخدم المضرب العادي، بس انا عشان يعني مستعجلة فعايزة حاجة اسرع. نبدأ ان احنا نضرب البيض بقى كويس قوي، واول ما يبدأ ان هو يغير لونه ويبقى ابيض شوية هنزل بالسكر بتاعي. هبدأ ان انا اضربهم كويس قوي مع بعض، وبعد كده هنزل بقى بالزيت. بعد ما نزلت بالزيت وقلبتهم كويس قوي هنزل بالفانيلا، وبعد كده اللبن. هنقلب كويس قوي ونتأكد ان السكر داب خالص في المرحلة دي، لان احنا خلاص هنبتدي ان احنا ننزل الدقيق. حطيت البيكنج باودر على الدقيق وقلبتهم مع بعض الاول، وبعد كده نزلت الدقيق على الخليط واحدة واحدة، واقلب واحدة واحدة واقلب لغاية ما خلصت كمية الدقيق. ده بقى خليط الكيك بتاعي. اتأكد بقى بالسباتيولا ان انا مفيش تحت دقيق مترسب خالص. هبدأ ان انا اجيب الصينية بتاعتي عشان نكون الكيك بقى بتاعي ويدخل الفرن. شايفين الكراميل لما تساب شوية بقى مسك اكتر ازاي؟ هنبدأ بقى بالسباتيولا كده ان احنا نغطي الصينية كلها بالكراميل ده. بعد كده نحط الاناناس، قطع الاناناس بتاعتنا. انا حطيتها في القعر والجوانب. وبعد كده هصب عليهم الخليط بتاع الكيك وادخله الفرن على درجة حرارة 180. هيقعد حوالي تلت ساعة او 25 دقيقة. بعد ما خرجت من الفرن ده شكلها. شايفين جمالها عامل ازاي؟ وشايفين هي عالية جدا ازاي؟ بجد لذيذة قوي قوي، والاناناس فيها بجد طعمه خطير مع الكراميل. بجد ميكس حلو قوي. وشايفين الكيك من جوه عاملة ازاي؟ واساسا بتحسوا ان الكيك متشربة بشربات كده، فهي كلها كده بجد طعمها لذيذ جدا. جربوها وقولولي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.